أنا وياك خلينا نحكي براس السنة بما يسمونه كريسمس. شنو هذا كريسمس؟ اكو هواي امور إله. كرار انت صدق تحكي تريد تقنع الوادي ومتفهم الوادي بانه كريسمس حرام؟ الوادي بزمن الرسول لا هو ولا كتبه ما جاب الواد من الدرب وقنعها. انت بتبع شيء تقنعهم؟ مين لك السؤال بالتالي؟ يعني تريد تقنعهم بانه كريسمس حرام؟ فين مو تريد توصل انت؟ كرام انا ما جاي اقول لك اريد اقنعهم وافهمهم، انا اريد اوصل فكره للعقول اللي فاهمه وواعيه، واغلب الناس تسمع من هيك فيديوهات وتفكر وتراجع نفسها وتتوب الى الله بانه كريسمس حرام. صح هو كريسمس نوعا ما حرام، وهاي ناس يقولون حرام. ليش حرام؟ الناس قامت تتواعد بالحبنشيات والشرب والكبسله والطلعات والبنات والولد اللي غير لائقه، لذلك خلوا كريسمس حرام. فهمتني ليش اوصل الفكره اني؟ والله يا كرار كلامك صدق. هواي من الشباب وهواي من البنات بحجة راس السنة تطلع تحتفل تتواعد ويا حبيبه أو صديقها ويطلعون بغير درب، والشباب بعضها تروح تشرب وتكبسل بين شنو راس السنة. راس السنة مو هيك. راس السنة عاهد مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه بأنه نبقى منتظرينك وبأنه نبقى ملتزمين بالصلاة والصوم. وعاهد الإمام علي عليه السلام وعاهد الزهراء عليه السلام بأن كل سنة ما نعود درب الحسين عليه السلام. والله يا كلامك عجبني وقناعة صدق. هو شباب هيك، وأتمنى من كل الناس اللي فاهمة واللي واعية توصي أولادها وتوصي بناتها، وأتمنى من كل أب وكل أم ما تخلي أولادها تطلع برأس السنة، لأن بحجة رأس السنة يروح بغير درب، وبحجة رأس السنة تروح بنتك بغير درب. وهاي طامة كبرى علينا وعليكم. انتم صح ربيتوا وكفيتوا ووفيتوا، بس ما تعرفون بلادكم براس السنة وين جاي تروح، وما تعرفون ولدكم براس السنة وين جاي تروح والجاي تسوي يوم تطلع. والله كلامك عجبتني وقنعتني بالسالفة. هسه فهمت ليش يا كرار ليش جاي اسولف للوادي بهيج؟ لو لا. وطبعا كلام كرار صدق فعلا. هواي بنات وهواي ولد يروحون بغير درب بحجة راس السنة وبحجة طالع يحتفل. حافظوا على أولادكم وحافظوا على بناتكم، أمهاتنا وآبائنا. تحياتي لكم.